سقوط إيران مكتوب في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة إن في حرب هتقوم بين إسرائيل وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية هتيجي عشان تدعم إسرائيل، وروسيا هتيجي عشان تدعم إيران، والشرق الأوسط هيتقسم نصين وهيكون ساحة حرب أبدية، ظلام، فوضى فيها الحدود هتختلط في بعض. لأن الدول العربية هتسقط كلها والدول الخليجية هتسقط كلها، لأن إسرائيل وإيران والوحشين اللي جايين معاهم الكبار ما هم هيعملوها الصغار وهيقعوا فيها الكبار. مش هيحاربوا بعض على مناطق اسرائيل وايران، لا، هيحاربوا بعض على المناطق الخليجيه والمناطق العربيه حسب المكتوب في النبوه في كتاب النبي دانيال. النبي دانيال ده الله وراه احداث اخر 7 سنين في الارض، فكتبها في كتاب من 12 صفحه. فبيقول لك ايه في الصفحه رقم 10، وراجع ورايا الكلام في اخر اصحاح الصفحه رقم 10، بيقول لك: فالان ارجع واحارب رئيس فارس، واذا خرجت فهذا رئيس اليونان ياتي. يعني ايه الكلام ده؟ في حرب هتقوم بين رئيس فارس ورئيس اليونان. يعني ايه؟ اليونان دي كناية عن كل الغرب الجماعي اللي هي الثقافة الغربية، وفارس دي كناية عن كل الثقافة الإيرانية، هم اسمهم فارس، وكل ثقافة من دول ليهم ملاك بيحكمهم. فالملكين دول هيتصارعوا مع بعض في نهاية آخر 7 سنين في الأرض حسب الرؤية. والملاكين دول بمجرد ما يتصارعوا على بعض، الناس نفسهم اللي في الشعبين هيقوموا حرب على بعض، وهيوقعوا العالم كله في حرب نهاية التاريخ الكبرى حسب المكتوب وتكملة النبوة. فإذا خرجت فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هذا رئيس اليونان يأتي. بص الكلام بقى تكملته مكتوبة إيه: ففي وقت نهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة. هنا بقى العالم الأرضي، أنا كنت بكلمك على العالم الروحي، الملكين ملاك فارس وملاك اليونان. اليونان دي الحضارة الغربية، فارس دي الحضارة الإيرانية. هيحاربوا بعض الملكين دول بالتوازي على الأرض، مملكتين هيحاربوا بعض اسمهم في وقت يحاربوا ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال. ملك الشمال وملك الجنوب. هتلاقي حتى توفيق عكاشة كان بيطلع في الكلام اللي بيتكلمه في التلفزيون يقول لك ملك الشمال وملك الجنوب، وكان بيقول حاجات قبل ما تحصل. ليه؟ لانه كان بيدرس هذا السفر، سفر النبي دانيال، من 2600 سنة. فانا بدعوك انك تدرس هذا السفر وتحمله من على جوجل. اكتب كتاب النبي دانيال 12 صفحة، هو ادرسه واقعد اقرا فيه، هتلاقي حاجات رهيبة وانت مش محتاج حد يفسره لك لان هو مفسر نفسه. يعني روح الله يفسر لك من اول ما تقرا في الكلام ده. فبيقول لك في وقت النهايه يحاربوا ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال. ملك الشمال ده حلف شمال اطلسي، امريكا والاتحاد الاوروبي اللي هو الحضاره اليونانيه. ملك الجنوب ده روسيا والصين وايران، التحالف التاني اللي ضدهم. هيشتبكوا مع بعضهم بعض على ارض الشرق الاوسط، وهيكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ كانت امه الى ذلك الوقت حسب تكمله النبوه. ويكون زمان ضيق لم يكن مثله إلى ذلك الوقت. في ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. ملك الشمال اللي هو حلف شمال أطلسي هيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال. يعني إيه؟ يعني تفزع يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفزعها أخبار من الشرق ومن الشمال اللي هم روسيا والصين. الشرق دي الصين، الشمال دي روسيا. تعرف إن روسيا في الشمال، الشرق الصين. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين وينصب فسطاته بين البحور. يعني تنبأ عن حملات الطائرات من قبل ما تكون ب 2600 سنة، لأنه بيقول لك وينصب فسطاته بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين. كلام بلاغي رهيب هيتحقق في آخر 7 سنين في الأرض، وإحنا داخلين على هذه بداية الأوجاع. إحنا في فترة تاريخية، واللي بيتابع الأخبار واللي بيفهم في السياسة واللي بيفهم في النبوات القديمة واي حد حتى الطفل الصغير عارف ان نهايه العالم على ابواب. لان احنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل. عيبنا التجاهل. بص، في ناس كتير بتسمع الكلام ده مني وبتقبله، وفي ناس كتير بترفضه وبتكرهني. انا عارف الكلام ده، لان في ناس بتقبل الكلام ده وفي ناس بترفضه. والكلام ده اصلا مكتوب بالشفره عشان الناس تفهمه، العاقلين، ناس اللي ناس معينه تفهموا اللي ليهم الحياه الابديه اللي هيخشوا السماء، وناس تستهزأ بيه اللي هم مالهمش نصيب في هذا الكلام ده. فانت حاول تسمع كلمة الله من اشخاص متنوعة. يعني اسمع كلمة الله من اشخاص متنوعة. يعني الله دلوقتي اداني موهبة او اداني كلمة عشان اقول لك الكلام ده لفايدتك انت، وانت الله مديك موهبة لفايدتي انا، فلازم انا اسمعك وانت تسمعني. لان الله بيكلم الناس من الناس، ساعات بيكلم الناس من الناس. الوقت قريب. هي دي الرسالة ان احنا في نهاية العالم. طب مطلوب مننا ايه؟ طب احنا في نهاية العالم مطلوب مننا ايه؟ نهاية النبوة بقى بتقول ايه؟ هقول لك مطلوب منك ايه لما اقول لك نهاية النبوة بتقول ايه. بص يا سيدي، في الصفحة رقم 7: كنت ارى في رؤى الليل. دي بقى النهاية
بمجرد ما الشعوب كلها تلتحم مع بعض في حرب يوم القيامة، هينزل الله بنفسه في وسط هذه الحرب. بيقول لك: كنت أرى في رؤى الليل إذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه فأعطيه سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض. هنا السيد المسيح هينزل على هذه الأرض عند جبل الزيتون، وهيلم كل المؤمنين بيه ويديهم الملك على كل الأرض في الحرب العالمية الثالثة اللي بتحصل دلوقتي. فالوقت قريب، اقترب ملكوت السماوات. كل من يعترف بالسيد المسيح هينول حياة أبدية، أما كل من ينكر السيد المسيح لن ينول حياة أبدية. فالوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.